ده مصطفى قنديل مؤسس سويفل. لما شفت ان شركه مصريه قدرت توصل لمليار ونص دولار وكمان وصلت لانها تبقى يونيكورن 2021 بقيت فخور جدا بحاجه زي كده. بس في نفس الوقت سالت نفسي اشمعنى سويفل وايه اللي وصل سويفل بعد النجاح الكبير ده للي هي فيه دلوقتي. تعالى اوريك. سويفل او يونيكورن 2021 اتأسست سنة 2017 على ايد 3 رواد اعمال مصريين، مصطفى قنديل واحمد صباح ومحمود نور. كانوا شايفين المشكلة الكبيرة جدا اللي حاصلة في مصر واللي هي المواصلات. هنا بقى يشوفوا المشكلة ويسكتوا او يعملوا مش شايفين؟ لا طبعا. وهنا كانت بداية فكرة سويفل، لا قايمة على انها تحل مشكلة المواصلات عن طريق التكنولوجيا. تبدأ الشركة بحوالي 30,000 دولار جمعوها بينهم وبين بعض، وبالمناسبة كان قليل جدا بالنسبة للوجيستكس والمصاريف اللي هم بيصرفوها، فبالتالي الفلوس كانت بتتحرق بشكل كبير جدا وخلاص كان على وشك ان هم يفلسوا. بس هنا قبل ما يفلسوا تدخل معاهم شركه كريم وتستثمر في الشركه بحوالي نص مليون دولار، ودي كانت اول دفعه استثمار لسويفل. هنا بقى تفتكر ليه شركه زي كريم تستثمر في شركه لسه صغيره مش باين لها اي ملامح تقريبا؟ ده يا سيدي عشان حاجتين، اولهم كريم كانت بتستهدف العربيات الملاك وسويفل كانت بتستهدف عربيات النقل اللي مش ملاك زي الميكروباصات وكمان الباصات الصغيره، فهي مش ضدها، بالعكس دول بيكملوا بعض. بدل ما انا كشركه كريم ادخل اوجع دماغي في تظبيط سوق جديده وكل متطلباتها بقى من لوجيستكس وعمال والكلام ده كله، استثمر في شركه لسه ناشئه زي سويفل اخد منها نسبه، وبالتالي لو هي كسبت انا اكسب. ثاني سبب يا صديقي وهي العلاقات. مصطفى قنديل كان مدير في شركه كريم وبالتالي كون علاقات هناك كويسه جدا وفي ثقه بينه وبين الناس اللي موجوده في شركه كريم، وبالتالي قدر يقنعهم ان هم يستثمروا في الشركه بتاعته، واللي ساعد سويفل على انتشار فكرتهم بشكل كبير. بيقدروا يلموا استثمارات من كذا حته، ان مش بس المشكله في مصر، لا دي كمان في معظم الدول الناميه اللي في المنطقه، فلو حلوها في مصر بالتالي يقدروا يحلوها في الدول دي. في نفس الوقت ركزوا ان هم ينقلوا الشركه من شركه ناشئه لشركه من اكبر الشركات اللي موجوده في وقت صغير جدا، وده هو اللي خلاهم يعدوا ازمه زي ازمه كورونا. لازم ناخد بالنا ان السرعه هنا ما اثرتش على الكفاءه، بالعكس. وهنا بقى نبص على حال شركه سويفل دلوقتي، اللي يخلي شركه كانت قيمتها حوالي مليار ونص دولار تنزل لحوالي 9 مليون دولار.